الناس ما بتشوفش دايما خلف الأحداث. طبعا على مسرح أنا ببقى شخصية تانية خالص. احنا عايزين نشوف حاجة مختلفة. عندي انجذاب شخصي لأي طفل عنده اختلاف. أنا برضه عايزة أعمل content creation زي مامي بتعمل. نسلط شوية ضوء على القصة دي برضو للمعلومات. انتي ما تقدريش تقعدي يومين 3 ما تجريش. أنا خريجة فنون وخريجة ماركتينج، وأنا شغفي في الفنون. في الرحلة دي بيحصل إيه؟ أنا 82 سنة، لكن بدأت بطولات العالم وعمري 67 سنة. كسرت كل الحدود والأنماط للست المصرية المعتادة. عملت 16 ماراثون دولي، مستمرة بكل ثبات وقوة في الاتجاه ده. هي دي بقى فكرة حلم. انتي ناجحة بس استمري. انه انا من حقي اجرب كل الطرق اللي انا شايفاها ممكنة. مجالها مختلف لأنه مجال تنفيذي على الأرض مع البشر. في مجال اللوجستيات نسبة السيدات في مراكز قيادية في العالم لا تتعدى 7%. بس ما بنتكلمش عليهم كستات، أيوة، بنتكلم عليهم أي وظيفة، كأنه تابوه، كأنه حاجة مش مفروض نتكلم فيها. صح. ولقيت ان الشغلانه دي اصلا بتديني كتير قوي من الحاجات اللي هي موجوده في شخصيتي. شخص بيعمل كل حاجه من قلبه. فكره ان انا بحب التجربه قوي. أنا هدفي إن أنا أبقى مبسوطة. يعني إيه صناعة محتوى؟ بتعملوا إيه؟ في فيلم دلوقتي محير الناس او الناس بتتكلم عنه، طب ما اتكلم عنه. ميديا عموما بتحب القصص اللي بتعمل انتشار. احنا شغلنا على السوشيال ميديا. لازم يبقى فيه وعي كامل عن بالظبط. ازاي اقدر اتصرف في المواقف المختلفة. اوكي يلا نجرب، يعني ايه اقصى حاجه يعني ممكن تحصل. قلت النهارده الثلاثة انا هروح اقدم إفكت أحلى من إفكت بتاع منتجات مستوردة كتير جدا. نسمع اللي جوانا. في حاجة بتقولي إنه هتبقي حاجة لما تكبري. بغض النظر عن سنك ملاش علاقة، ولكن التجربة بالكم. يعني وطول الوقت انت ممكن تلاقي اودينس يسمعوكي. انت ربنا كان مقدر لك انك تقعي عشان لما وقعتي وجايه تقومي ما تقوميش لوحدك. لأن هي عملت حاجة بصراحة قمة وقيمة. From head to toe. دول تقدمها وثقافتها بتطلع من الفن. واحيانا في دول تانية بيعتمد على عدد المشاهدات اللي عندك على اساسها بيجيلك اعلان. كنت شايفة ان الابداع والفنون ده هو الحل. الجواز والخلفة ساعات بتأثر في المسيرة بتاعتنا جوه مجال العمل. جزء منها كانوا مبهورين ان انا كأم بفكر نعمل كده. هو اللي ابتدى يساعدني في شغلي. انت بتقول غلط يا احمد، انا عملت وحش قوي. كنت واخده قرار ان انا عايزه اسيب بصمه توازني بين كل الادوار. حسيتي بإيه لما دخلتي المجال ده؟ مش هقول لحد خلاص يعني هعيده تاني. قال لي طب ما انت عملتي، قلت له لا هعيده تاني. كل مؤسسين البروجكت كلهم شباب أيتام من دور مختلفة. استنونا في حكايتها بودكاست من أنا الحكاية، اللي هنقدر نتعرف فيه على حكايات كتيرة مع بوشر.